السلام عليكم. هلا والله وسهلا وعليكم السلام. شرفت في العمل مع حبيبي. مسلسل شباب البوم، وهذا شرف كبير اني اقابل الاستاذ فيصل. الله يرفع قدرك يا حبيبي، وانت مبدع. انت ظروف رمضان بس لا تقول لهم شيء، خلهم مفاجأة. لا ما عليك، مفاجأة. عطنا كلمة للجمهور. اتحداك الجمهور البطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين ومن الله قريبين. عدنا لكم بمقطع جديد ومقطع شوية مختلف. طبعا يا اخوان، قبل بداية المقطع لا تنسوا زر اللايك والاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وانشروا هذا المقطع بكل مكان. وبرضه قبل مقطعنا لهذا اليوم صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه. مقطعنا اليوم راح يتكلم عن قصة عن ايش؟ طبعا المقطع راح يتكلم عن قصتي في مشاركتي في عمل شباب البومب او مسلسل شباب البومب. بسم الله الرحمن الرحيم، وخلونا نبدأ. بدأ تصويري في تاريخ 25 نوفمبر 2023. هذا كان أول يوم تصوير لي في هذا الجزء في شباب البومب، لكن قبلها ب5 أيام تواصل معي شخص من منسقين شباب البومب تبع الممثلين وكلمني: السلام عليكم يا رائد، إن شاء الله في عندنا دور في شباب البومب باللهجة الحساوية، إذا كنت تقدر تسوي هذه اللهجة أو تطبقها فبنرسل لك العقد وتكون معنا إن شاء الله. الموضوع فيه عقود، يعني تنسحب من التصوير، سجل عقود كأنه عمل، كأنك رايح شغل تشتغل عقد، كل نهاية شهر تستلم فلوسك كل بس. فقلت له إن شاء الله مو بالحين ترسله لي، بعد يومين راح أشوف الأهل وكذا، إن شاء الله راح أرسلك عشان أقول لك أوكي معكم ولا لا. فكرت من هذه المكالمة، كلمت الوالد، الوالدة، خالي، تواصلت حرفيا مع قرايبي. بعضهم قال لي لا، بعضهم قال روح. خلاص كلمته بعد يومين، قلت له إن شاء الله راح أكون معكم بهذا العمل. أرسل لي على طول العقد، قريته أنا والوالد، الوالد وقع عليه، أنا وقعت عليه. وجاء يوم 25 نوفمبر كان أول يوم التصوير، الساعة 5 الفجر، كان وقت دوامات يوم الأربعاء أو الثلاثاء تقريبا شيء زي كذا، من الشرقية إلين الرياض. وصلت على لوكيشن التصوير الساعة 10، وأنزل أشوف يا إخوان اللي يروح يمين، اللي يروح يسار، اللي عنده نص، اللي بسرعة يركض يجيب الكاميرا، اللي اثنين يشيلون شاشة مو شاشة PC، شاشة كذا مربعة وفيها داخل كذا شيء زي كذا حق اللي يحمي المطر، يشيلونه، وأسلاك الدنيا، وباص، تخيلوا شاحنة مدري باص كلها حق أغراض التصوير، مايكات، الشاشات، العدسات، كل شيء. أنا أنزل أشوف أبوي يشغل سيارة، أطالع وين بتروح؟ قال ماشي. قلت له بيني وبين نفسي حلو، يعني رائد بيقعد لحاله، يعني ما يسولف مع أحد، ما يعرف أحد، هم ما يعرفونه، لا يعرفون الطاقم لكن بعضهم الممثلين. فحرفيا جوالك معك والسلام عليكم. كان عندهم كرفان كبير يا اخوان، ممكن شفت الغرفة دبلها بثلاث مرتين او ثلاث يا اخوان، من كبره، في حمامين وفي مجلس وفي حلاق حلاق، وفي غرفة ملابس، كل ملابس الدنيا اللي تعرفونه موجود في ذي الغرفة، كذا ملابس وعلاقات. ويدي كانت الساعة 12، أنا وصلت الساعة 10، فدخلت بسم الله طق أرقى فوق الشاحنة هذه إيش؟
اذا ما كان عندك تصوير ولا كان عندك بريك ولا هذا، الواحد الممثل يجلس فيه ولا اي واحد يجلس فيه عشان يريح. فانا رحت هناك جلست، مين اشوف؟ السلام عليكم كيف الحال؟ كان محمد الحربي او المعروف في شباب البوم بسليمان. سلمت عليه، كيف الحال؟ طيب. يقول لي انت اللي كنت تسوي سكتشات في الانستغرام؟ قلت ايه وما ادري وشو. جلست، الوضع هدوء. وجات على 11:30 انا زهقت، واروح ادق لي على ابراهيم ولد خالتي لعل شوي اقدر اسولف، عشان صوتي اذا صوتي اختفى لازم اسوي واشرب موي اشرب ماي، فهمتوا؟ جاء الساعة 12 جاء واحد ماسك نص كذا. يا اخوان 12 ساعة ماسك نص ما يروح، مستحيل النص لو يفلت من يده. السلام عليكم افسخ العقد. لا امزح، بس انه الموجود النص مع 24 ساعة كل يوم. فجاني ماسك الناس دق 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 دق. السلام عليكم رائد، يلا تصوير. ننزل مع النص بس. رائد تعرف وش اللي عليك الحين؟ قلت له ايش المشهد اول؟ قال مشهد في البيت الفلاني دق دق دق. طبعا دوري في المسلسل كان جار بيت عامر، جارهم، فهمتوا؟ فقال رائد تعرف وش الدور او الحوار؟ قلت له اول شيء عطني المشهد. قال المشهد اللي هو في بيت الفلاني المشهد كذا كذا كذا. قلت له ايه معروف معروف عندي اول يوم جاي حماس، حافظه من الالف الين الياء والتاء والراء والخاء والسي، حافظ كل شيء. اشوف فيصل عيسى واشوف واقفين كذا عندهم شاشه، المخرج لا ما يروح داخل كذا عند الممثلين يقول 3 2 1 اكشن، اشوف كذا بس مره يسويها. اما المره الباقي يروح كذا يجلس على كرسي يطالع من شاشه كأنه مسلسل يشوف. عيد الدور، هذا في خطأ، كذا كذا كذا. عند قبل التصوير يعدل يضبط يسوي، بعدين يجلس يشوف الوضع. وبرضو الفنان فيصل عيسى كان يكون جنبه، وبرضه فيصل عيسى ما يكون جاد. يا اخوان والله العظيم انا حسبت نفسي في عسكرية. تصوير حرفيا ما شاء الله عليه كان صار في التمثيل. وغير التمثيل خلاص يقعد يسولف معك وما ادري وشو. اما العمل عمل. خلصت، لعلي شوي كنت متوتر، بداية المشهد الأول بداية المشهد الثاني خوف، غلط 1 غلط 2 غلط 3. تعودت على الوضع. خلص اليوم الأول الساعة 12، لا معليش الساعة 2، ورجعت من الساعة 2 إلين برضو الساعة 5 وصلت الشرقية. يعني تقريبا 24 ساعة يا إخوان من مدة يعني من رحت من الشرقية ولين ما رجعت. تقريبا وصلت الفجر الساعة 5 4. وأنا بطلع في 5 حلقات في هذا الجزء. صارت حلقتين اللي هو حلقة أبو عبود وحلقة فالبومب، أول حلقتين في الجزء هذا، وباقي 3 حلقات. ترقبوا يا إخوان. كلمني على طول بعد يومين نفس اللي كلمني أول مرة حق شباب البوم. السلام عليكم يا رائد، بكرة لازم تجي الرياض عندك تصوير. يا هيه ركت من الساعة 5 إلين وصلت تقريبا الساعة 11، جاتني سيارة من موقع الوصول وقال يلا بسم الله. وصلت لوكيشن تصوير على الساعة 2 مع زحمة الرياض. يا اخوان زحمة الرياض ما تلقى لها حل، زحمة الرياض اوفر. نسيت اول يوم تصوير صورت نهاية اليوم مع فيصل عيسى وقريطم، راح تظهر لكم بعد بعض اللقطات الحين شوفوها، ونعود بعد اللقطة. المهم يا اخوان وصلت اللوكيشن، لكن كان هذه المرة كل شيء كويس. كنت على الأقل أعرف إيش بصير، متى بصور، شلون الشخصيات. دخلت طبعا كالعادة الكرفان. يوم هلا حبيبي فيصل عيسى كيف الحال؟ عط
كلمة للجمهور اللي عن بيشوف حداك والله فنان ما شاء الله. عن شباب البوم الجاي ان شاء الله اشياء حلوه باذن الله. ان شاء الله. يعطيك الله العافية. يحييك. مع قريط هلا الجو الحار حبيبي، طيب. شو اخبارك؟ طيب الله شو تقول يسعدك. جماهير شباب البوم؟ اقول احبكم مره والله يسعدكم، ترى مبدع اقسم بالله العظيم مبدع. يعطيك الله العافية. يعافيك حبيبي. عليكم. هلا والله نورتنا والله النور نورك. شباب. هذا موهبة قادمة وبقوة بإذن الله. إن شاء الله. ترقبوه، وأنا تابعته من أيام طارق شو، والولد كويس. إن شاء الله ترقبوه معنا شباب البوم 11. سجل لها يا فقي. كلمة للجمهور. كلمة للجمهور، تابعوه لا تقصروا معاه، وإن شاء الله يوصل للأعلى بإذن الله. جلست شوي، كان موجود برضو محمد الحربي اللي هو سليمان، سولفت معه هالمرة، وجاء واحد اللي هو ماسك الحوار، دوف 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 دوف، ما قال لي رائد يلا تعال، قال لا. جلس، اتوقع انه وقت بريك او شيء زي كذا، جلس سوالف وحركات ويا لعيب يا لعيب، يسولفون مع بعض اللي هو سليمان وهذا، بعدين لف علي اعطاني نظرة تشجع. انا حسبت اختبار. السلام عليكم ورحمة الله، الاسم رائد، الصف مدري وشو، العمر. قلت له اشجع الهلال. قال ايه. المهم انه طلع هلالي، لعيب 3 هلالية، النرجسية عالية فوق. جالسين نسولف عن الدوري السعودي وهذا كريستيانو ومتروفيتش واللعيب. بعدين جات رسالة، كان يضحك، لف علي، قم بسم الله الرحمن الرحيم، يمسك النص، يلا تصويرك يا رائد، صدوف صدوف صدوف، يمشي 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 يمشي. يا اخوان العمل عمل، يكون كل شيء جدي، غير العمل عادي، اضحك معك، اسولف معك يا شيخ، اكل معك، اروح معك، فهمتوا؟ لكن العمل عمل. فصورت، لكن هالمرة كانت فيني حماس، بنفجر كذا، شفت الكاميرا كذا بنفجر، ابي ادخل داخلها. فان اول مشهد صورته كان يا اخوان ولا غلط، حتى في شو اسمه عامر لف علي قال اذكر الله يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، فهمتوا؟ فبعد ما قال ما شاء الله تبارك الله، يلا 3 2 1 اكشن. السلام، انا اتكلم طبعا، يا عمر ترى غلط. بعدين لف علي قال لا حول ولا، اعطيناك عين. وخلص ثاني يوم زي الحلاوة، وبرضه كلموني بعد اسبوع، ثالث يوم. بعد ثالث يوم كان كل شيء نفس اليوم الاول والثاني، لكن نهاية اليوم انا رحت في باص حقهم، مو كرفان، باص اللي هو كل شيء خلاص، اوقع معهم اني خلصت عملي في هذا الجزء، ان امشي. سلام عليكم، وان شاء الله نراكم الموسم الجاي باذن الواحد الاحد. ادخل لحالي بالشاحنة، بالباص معليش، السلام عليكم، عطني الورقة بوقع على انتهائي لهذا العمل في هذا الجزء. دوق، لا يا حبيبي مش كيفك حبيبي، باقي بعد اسبوع برضو اخر تصوير لك. لا حول يلا، بس ترى التصوير كان متعة والله العظيم، متعة يا اخوان بشكل ممتع. كان تصوير في مدرسة، واللقطة ظهرت في الحلقة الثانية في شباب البومب اللي هو حلقة فال بومب. فصورت، وكان عندي تسجيل صوت، وكان عندي التصوير هذا اللي بالمدرسة. جيت بسجل صوت وبمشي خلاص، السلام عليكم، بوقع بمشي، السلام عليكم. قال لا، كنا اوكي انا سجلت صوت. بعدين جاء عامر اللي هو فيصل عيسى، قال لا هذا المكان ما يصلح حق تسجيل صوت، لان التسجيل الصوت يا اخوان لو تسجل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم، اللي جنبك ما يطلع نفس، ما يسوي ولا نفس، ما يتكلم ولا حرف ولا ينطق ولا شيء، فلازم يكون هدوء. والمكان كان فيه صدى، ولازم يكون مكان التسجيل يكون فيه عازل. من المدرسة إلى بيت عامر قالوا خلاص هناك بنسجل الصوت، فسجلنا الصوت ورحت للباص، وقعت، قلت يعطيكم العافية، وصراحة استمتعت في هذا التصوير،
ورحت سلمت على هالممثلين. إن شاء الله نراكم الموسم الجاي. بس والله يا إخوان إلى هنا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى أن المقطع عجبكم. لا تنسون زر اللايك والاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل مقطع جديد، وانشروا هذا المقطع بكل مكان. وبس والله، ويسلمكم، يخليكم، يعطيكم العافية.